السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشني كتير، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل مع بعض احلى وصفه الشيش طاووق الحياتي. حاجه ما شاء الله حلوه جدا جدا وروعه جدا. شايفين بربع بس بانيه هنعمل كميه حلوه وهنوفر كمان. شايفين المنظر خرافي والتتبيله بتاعتها ولا اروع من كده. صلوا بينا على النبي. يلا نشوف عملناها ازاي. يلا بينا. هنا بقى عندي هنا زي ما شايفين، بصوا صدر واحد بس كده من البانيه زي ما هو كده. فهبتدي ان انا اقطعه الى مكعبات. نبتدي بقى نقطعه مكعبات، نبتدي نقطعه كده الاول، بعد كده نبتدي نقطعه مكعبات. فهنا بقى حابة اشكر كل واحد اشترك في قناتي جديد، واقول لكم بجد نورتوني، وتسلم كل ايد كل واحد تعمل لي لايك وتكتب لي كومنت حلو. بجد بتفرحوني جدا. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. وشكرا جدا على دعمكم ليا وكل اللي بيدعمني. احب اشكركم يا رب، وقناة تكبر بيكم كده، ودايما تفرحونا كده يا رب. فهنا زي ما شايفين بقى ايه، قطعت بقى الفراخ بتاعتي كده. هنا بقى عندي علبة فاضية كده، وكمان عندي البهارات بتاعتي، توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسمر، كاري، زعتر. المتوفر عندكم بقى، البهارات المتوفرة عندكم ممكن تضيفوها. ممكن لو مفيش توم باودر بصل باودر ممكن نعمل بمية البصل والثوم بتاعنا العادي. نفرم فص ثوم كده ونحطه. وهنا عندي معلقة زبادي، وهبتدي بقى ان انا اقلب ميكس كل الكلام ده على بعضه. بس اول حاجة هنبتدي الاول نحط بقى قبل اي حاجة معلقة الخل كده، وكمان معلقة الزيت. ونقلب الكلام ده كله كده الحلو بتاعنا ده. تتبيلة، بصوا كل حاجة متوفرة عندنا هنا من البيت بقى. بصوا مش يعني ما فيهاش حاجة، ما فيهاش افتكاسات، بس طعمها روعة. هنا بقى مش هننسى معلقة الصلصة الجميلة دي بقى، اللي بتدينا طعم حلو كده، وكمان بتدينا لون حلو. فيعني أساسية معانا في الوصفة. لو في كاتشب متوفر مش هيقول لأ. هنا نبتدي بقى نحط الفراخ بتاعتنا. واللي وصل معايا لغاية هنا ولسه مشتركش، ياريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. زي ما شايفين هنا حطيت كل الفراخ كده زي ما شايفين، وهبتدي ان انا اقلبها بقى واتركها كده. يعني التتبيله بقى تخش فيها كده وتتعمق وتاخد من طعم كل حاجه، ونسيبها كده على جنب. نحطها بقى في التلاجة، تعملوها من بالليل. انا قبل الاكل بنص ساعه على فكره بتبقى روعه. هنا عندي الخضار بتاعي عباره عن طماطم، فلفل رومي، بصل. المتوفر عندكم فلفل الوان هتبقى حلوه جدا. فاحنا قلنا كل حاجه هنعملها من البيت، مش يعني هنكلف نفسنا، فاللي موجود هنعمل بيه. وهنبتدي هنا ان انا اقص العصيان بتاعتي كده على قد على قد الصينيه بتاعتي. وقبل ما اشتغل فيهم بقى لازم كده اجيب اي حاجه صينيه او اي حاجه، واملاها ميه كده لغايه ما العصيان بتاعتي تشبع من الميه عشان ما تتحرقش معايا في النار، ودي خطوه مهمه جدا. وهسيبها كده زي 10 دقايق لغايه ما تتشبع معايا زي ما انتم شايفين كده. ونحضر بقى هنا الشيش طاووق بتاعنا. هنا كان خلاص جهزت كل حاجه عندي، فهنبتدي نعمل العصيان بتاعتنا. هنا هحط الفلفل وبعد كده البصل، كمان هحط الطماطم، والفراخ بتاعتنا. هرص الخضار وبعد كده الفراخ، وارجع تاني ارص خضار تاني. بس عايزه اقول لكم الوصفه دي والله حلوه جدا، يعني سهله ومش مكلفه خالص. بربع بانيه بس عملنا كميه ما شاء الله حلوه جدا. ممكن بقى جنب مكرونه، جنب مثلا فطيره بالخضار زي اللي انا كنت عاملاها، اللي انا هوريها لكم في اخر الفيديو، اللي نزلت الفيديو بتاعها قبل الفيديو ده. فاللي حابب يشوفها تاني يعني. عايزه اقول لكم الوصفه كلها بالنسبه لي كانت كامله متكامله كده من العناصر الغذائيه، بجد كانت حلوه جدا. فهنشتغل بقى بسرعه كده عشان ننجز زي ما انتم شايفين كده.
المنظر لوحده في الاخر بيبقى خرافة على فكرة. بس هو يعني ما بتاخدش وقت خالص والله، وكمان هنعملها بكل سهولة، يعني هنعملها كمان في الفرن بقى، اللي حابب يعملها على البوتاجاز من فوق، اللي حابب يعمل دخلها الفرن زي كده ما هعمل. فبالنسبة يعني كله هيبقى واحد، يعني النتيجة في الاخر واحد يعني. بصوا خلاص خلصت كده الكمية ما شاء الله، شايفين الكمية ما شاء الله حلوة ازاي. بصوا المنظر والله ولا احلى من كده، كلام جامد. بصوا الكلام كلام كبير اهو، ايه رأيكم؟ والتتبيلة ما شاء الله حلوة جدا. هنا بقى هنجيب الصينية بتاعتنا كده ونرصنا فيها الشيش طاووق بتاعنا، وهندخله كده على الفرن. انا دخلته الشواية من تحت وفوق، الشواية مفتوحة والفرن مفتوح، فهدخله لغاية ما ياخد لون معايا حلو كده ويستوي زي ما انتم شايفين، وكده يكون تمام خلاص معايا جاهز. هنا بقى زي ما قلت لكم كنت عاملاها جنب فطيرة الخضار الجامدة دي، فكانت ما شاء الله كاملة متكاملة الوجبة بتاعتي. هنا بقى هنبتدي نرص الشيش طاووق بتاعنا. بصوا يعني في الفرن على البوتاجاز النتيجة واحدة. هنا بقى لو حابة تحطي بقى ايه، تولعيلك فحمية كده وتحطيها كده في، وتغطي بالفويل، هتدي برضو طعم حلو جدا، طعم الشوي كده، وهتبقى معاكي حلوة اوي. حابة برضو تحطيها على الجريل، الشواية براحتك خالص. فهنا عايزين يعني انا بالنسبة لي كده يعني نجزت معايا في الوقت في الفرن كده، فما شاء الله كان طعمها حلو جدا ومفيش فرق بين اللي احنا قلناهم دول كلهم. بصوا حلوة جدا ما شاء الله عليها، ايه رأيكم؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوها، حاجة كده يعني سهلة وبسيطة مش مكلفة. وعملنا برضو بنعمل تغيير في الأكل اهو، يعني عملنا أكلة جامدة والله من غير ولا أي حاجة. اللي هنقدر نعمله في وسط الغلاء اللي احنا فيه، فبنبتدي على قد ما نقدر كده نلم الدنيا ونعمل حاجة حلوة وممتازة بأبسط الإمكانيات. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، وتنسونيش في اللايك والشير والكومنت الحلو اللي دايما اكيد بيفرحني، واللي مشتركش في القناة يفعل الجرس ويشترك عشان ينورني. واشوفكم على خير، واكيد بنزل الوصفات بتاعتي، اكيد بنزل في صندوق الوصف كل المقادير. فاشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.